زايد حماد نايت مخداش، أسد من أسود الأطلس الحقيقيين، ومن كبار زعماء المقاومة الأمازيغية المغربية ضد المستعمر الفرنسي بأسمر في مدينة تنغير الجميلة جدا. المستعمر الفرنسي فاش دخل المغرب كان كيبزز على المغاربة أنهم يبنيو طرقات والمعسكرات ديال الجيش الفرنسي تحت التهديد بالسلاح. وزايد حماد نايت مخداش كان من بين العمال المغاربة، واحد النهار كان خدام ما بيه ما عليه حتى جا واحد العسكري فرنسي هو يتعدى عليه ويظلمو. هاد الحادثة هادي هي اللي غتحول مولاي زايد حماد من عامل بسيط عند الاستعمار الفرنسي إلى أحد أبطال المقاومة المغربية، لأنه بعد الحادثة بأيام قليلة استطاع أنه يصفيها ليه وينتقم منه. مدينة تنغير كنفتخروا بها احنا كمغاربة لأنها كانت عاصمة من عواصم المقاومة ضد المستعمر الفرنسي، وكان دائما المستعمر الفرنسي كيقصفها بالطائرات، وياما ناس أبرياء ماتوا خلال ذاك القصف، ومن بينهم الزوجة ديال زايد وحماد نايت مخداش. الوفاة ديال الزوجة ديالو يلا ما زادوا حماس باش يكمل في طريق المقاومة المغربية. زايد حماد نايت مخداش شارك في واحد العداد ديال المعارك وحقق بطولات لدرجة أن الجريدة الفرنسية لا فيجي ماروكان أطلقت عليه لقب ملك المحاربين. ونهار 5 مارس 1936 وبعد مقاومة شرسة استطاع جيش الاستعمار الفرنسي أنه يقتل الأسد ديالنا هو والأبطال اللي معاه، بل أكثر من ذلك. باش تشوفوا الحقد ديال فرنسا على ما دار فيهم، حرقات الجثة ديالو وغبرت ليها الآثار. لكن حنا المغاربة عمرنا غادي نساو الأبطال ديالنا اللي كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في تاريخ المقاومة المغربية العظيمة ضد المستعمر الفرنسي. الله يرحمهم والله يرحم جميع أسود الأطلس الحقيقيين. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. طلعوا ليا في راسكم وطلعوا ليا في والديكم، ما تنسوش ليا المتابعة. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.